عمرك تخيلت إن في يوم وليلة يتشقلب حالك لوحش مخيف بعد ما كنت أمير مفيش اتنين في جمالك، وكل ده كان بسبب إنه اتنمر على ساحرة لجأت ليه وضحك عليها اللي يسوى واللي ما يسواش، واديته أمل أخير إنه يلاقي حد يقع في حبه قبل ما الوردة تدبل عشان تتفك اللعنة السحرية ويرجع أمير من تاني. فتعالوا نشوف عمل إيه في المصيبة دي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الشياكة وفعل الجرس عشان يوصلك أحلى بندق. وبتبدأ قصتنا النهاردة ببنت في منتهى الجمال اللي خلقه ربنا اسمها بيلا، وبتكون عايشة في قرية فقيرة جدا على قد حالها، وبنلاقي كل أهل القرية بتاعتها شايفينها بنت سابقة عصرها وبيتمنوا من كل قلبهم إنه يبقوا زيها في يوم من الأيام. وبنلاحظ إن كل اهتماماتها بتكون في الثقافة والعلم ولا أينشتاين في زمانه، وبتحاول بكل الطرق إنها تتطور وبتكون شايفة نفسها في حتة تانية. وطبعا بيكون كل بنات القرية غيرانين من جمالها اللي مفيش منه اتنين. وهنا بقى بنتعرف على جاستون اللي عامل فيها جون ترافولتا وعايش الدور على الآخر، وبالرغم من إن كل بنات القرية دايبين في دباديبه بس هو بيكون ولا في دماغه أساسا، وكل مناه في الدنيا إن بيلا تعبره ولا حتى تبص عليه بصة توحد ربنا، وبيحاول بكل الطرق إنه يقرب لها بس هي بتديله كشاف على عينه من اللي هو، وبالطريقة كده بتفهمه إنه مهما عمل عمرها ما هتفكر فيه ولا حتى ثانية. وأول لما بترجع بيتها بنتعرف على أبوها المخترع اللي ما شاء الله عليه كان سابق عصره وأوانه ومخترع قد الدنيا، وساعتها بيستعد إنه يدخل باختراعاته دي المسابقة اللي كان بيحلم بيها طول عمره، وبيفضل يشجع بيلا عشان تحقق أحلامها وما يهمهاش من كلام الناس. وبنلاحظ خوفها عليه وهي بتودعه قبل ما يسافر، وبيوعدها إنه هيجيب لها هدية جميلة لو كسب المسابقة. وبالرغم من كل الظروف الصعبة اللي كانت بتمر بيها بتحاول على قد ما تقدر إنها تعلم الأطفال في القرية القراية والكتابة، ووقتها بتواجه مشكلة كبيرة مع أهل القرية اللي كانوا رافضين التعليم من أساسه. وطبعا جاستون بينتهز الفرصة دي إنه يدافع عنها بس هي كالعادة بتقفل في وشه كل البيبان، وبتتمنى إنه يجي فارس أحلامها على حصان أبيض ويخطفها من المكان الموبوء ده. ووسط كل الأحداث دي بيكون باباها حاله لا يسر عدو ولا حبيب زي القناة بتاعتنا كده بالظبط. ومش بس كده، ده كمان بيتلم عليه الديابة المسعورة من كل حتة وبيحاول ينفذ بجلده يمين وشمال ولا مسلسل ذئاب الجبل. وبعد محاولات كتير بيعرف يخلع منهم بمنتهى الشياكة وبيجري يستخبى في قصر مهجور ما فيهوش صريخ ابن يومين. وأول لما بيدخل القصر بيلاقيه حاجة آخر قبها، وبيحاول ينادي على أصحاب القصر بس لا حياة لمن تنادي. وساعتها بيستغرب جدا لما بيلاقي الحاجات عمالة بتتحرك لوحدها وبيحاول يتأقلم مع الوضع الجديد، لحد ما الموضوع بيخرج عن السيطرة تماما وبيقرر ياخد ديله في اسنانه والحصان اللي حيلته ويقول يا فكيك. وفي طريقه بيلاقي جنينة مليانة بالورود وبيقرر يجيب منها وردة لبيلا زي ما وعدها، بس فجأة ومن غير أي مقدمات بيظهر له وحش شكله مريب. وهنا بقى بيجري الحصان بسرعة الصاروخ على بيلا من كتر الرعب اللي كان فيه، وبياخدها على القصر من تاني عشان تنقذ باباها قبل ما الفاس تقع في الراس. وبنلاقي ركابها بتخبط على الجيران من كتر الخوف، وبتقرر تجمد قلبها وتدور على باباها في كل حتة في القصر. وفعلا بعد ما لفت القصر كله كعب داير بتلاقيه ورا القضبان الحديد، وبيترجاها انها تسيب المكان الملعون ده وتنسى حكايته دي من اساسها. واول لما بيظهر الوحش بنعرف ان موريس محكوم عليه بالسجن المؤبد عشان سرق وردة من جنينة القصر، وبيخيرها انه يفرج عنه مقابل انها تتسجن مكانه للابد. والغريب انها بتقرر تضحي باجمل ايام شبابها وبتدي موريس سبرنت وطلعته بره الزنزانة. وهنا بيكون الوحش الاناني في منتهى الاستغراب من انها ضحت بنفسها عشان تنقذه. وبمرور الوقت بتكتشف بيلا انه قصر مسحور ما فيهوش اي حاجة طبيعية، وبتخرج من الزنزانة بمساعدة الانتيكات اللي المفروض انها لا بتهش ولا بتنش. وساعتها بيعاملوها ولا الملكة ديانا في سابق عصرها، وبيحاولوا يغلوشوا على موضوع السجن ده وبيودوها على اشيك اوضه في القصر، وبيكون كل همهم وقتها انهم يلطفوا الجو بينها وبين الوحش، يمكن يحصل بينهم قصة حب تخلي التعويذة السحرية تتفك ويرجع امير من تاني. وعلى الناحية التانية بنلاقي اهل القرية قاعدين بيطبلوا لجاستون وبيحكوا ويضحكوا عن بطولاته الوهمية، وبيكون عايش الدور على الاخر وبيعمل فيها بطل الابطال. وسط كل المهزلة دي بيجي موريس يستنجد باهل القرية في انقاذ بيلا، وما بيكونش قدام جاستون اي حل غير مساعدته يمكن ينول الرضا. وفي نفس الوقت ده بنلاقي الوحش في قمة الغضب من تصرفات الانتيكات مع بيلا، وبيفضل يبستف فيهم واحد واحد على انهم سايبين لها السايب في السايب. وساعتها بيحاولوا يفهموه انها اخر فرصة ليه عشان يرجع امير ويتفك السحر من عليه. وفعلا بنلاقيه بيحاول يعطف ويلطف مع بيلا لعل وعسى تقع في دباديبه، بس للاسف بتفضل على موقفها وبتديله كلمتين في عظمه عشان تفوقه من الوهم اللي عايش فيه. وساعتها بيفقد الامل انها ممكن تبصله مهما عمل، وبيحبط جدا لدرجة انه بيصرف نظر خالص انه يرجع امير في يوم من الايام. وسط ما كانت بتحاول بيلا تهرب من السجن بيجي براد الشاي يطمنها وبيديها عصير خبرته في الحياة، وبيحاول يقنعها كمان انها تحاول تتأقلم مع الوضع وانها توافق تتعشى مع الامير وتمشي امورها معاه. وهنا بقى بتفضل كل الانتيكات يلطفوا ويعطفوا كل الاجواء عشان ما تحسش باي وحدة، وبيكون كل املهم انها تحب الامير وتنفك التعويذة السحرية قبل فوات الاوان. ومش قادر احكي لكم عن كمية الفرحة اللي كانوا فيها لما بيلاقوها بتضحك ومزقططة، وبيعملوا لها حفلة
ده احلى من حفلات ليالي الاذاعه والتلفزيون. وبعد ما اكلت وملت بطنها بتقرر انها تغفل كل اللي موجودين في القصر، وبتتسحب للجناح الغربي اللي ممنوع لاي حد يعتبه حتى لو من بعيد. وهناك بتكتشف تفاصيل كتيره جدا عن الوحش، والفضول بياخدها على الاخر وبتحاول تعرف معلومات اكتر عنه. ووقتها بتلعب في عداد عمرها وبتوصل لمكان الوردة السحرية، وبيطب عليها الوحش زي القضا المستعجل وبيطردها من المكان طرد الكلاب، وعلى طول بتاخد ديلها في اسنانها وبتقدر تهرب من القصر الملعون. وبتلاقي نفسها واقفة محتاسة حسن السنين وسط الديابة المسعورة. وهنا بقى بيظهر الوحش وبيطوح فيهم الضرب يمين وشمال لحد ما بيجروا قدامه واحد واحد زي الفيران، وبعدها بيقع من طوله من كتر الإصابات اللي حصلت له في الخناقة. وبعد حيرة كبيرة بتقرر بيلا انها تساعده وبترجع بيه على القصر من تاني. وفي نفس الوقت ده بيكون ابوها قلب عليها الغابة من فوقها لتحتها ومش بيلاقي اي طريق للقصر اكنه فص ملح وداب. وساعتها بيجن جنون جاستون من كتر اللف والدوران في نصاص الليالي، وبيعمل الدنيئة مع موريس وبيسيبه لوحده وسط الغابة المرعبة. وكل ده طبعا عشان يخلالوا الجو مع بيلا وما يبقاش ليها ولا حبيب ولا قريب غيره. ولان ربك ما بيرضاش بالظلم بتيجي ست مجنونة كده وبتنقذ موريس من الموت قبل ما البرد ياكل جتته. وفي نفس الوقت ده بنلاقي الوحش اتغير 180 درجة مع بيلا لدرجة انه بيشاركها اكتر حاجة بتحبها في الدنيا، وبيسيبها وسط جبل من الكتب ملوش اول من اخر، وبتكون في منتهى السعادة ان احلامها ابتدت تبقى حقيقة. وسبحان الله بنلاقيهم واخدين بعض في كل حتة صول فصول، وما بقاش عارف يعدي لحظة واحدة في يومه من غيرها. وبعد ما وقع في حب البنت الفقيرة بيقرر يوريها الكتاب السحري واللي عن طريقه تقدر تروح لأي مكان في العالم بمجرد ما تفكر فيه. وفعلا بياخدوا بعض ويروحوا على باريس مدينة السحر والجمال، وهناك بتقدر تعرف إجابة لكل الأسئلة اللي كانت هتموت وتعرفها. وبتكون في قمة الحزن إن مامتها راحت منها بسبب الطاعون من غير أي سابق إنذار. وفي نفس الوقت ده بيرجع جاستون للقرية بتاعته، وبيكون موريس في انتظاره عشان يكشف حياته البشعة قدام كل الناس. وطبعا بينكر كل كلامه وبيطلعه مجنون هربان من العباسية، وبيحاول بالطريقة كده يلغوش على كل كلامه ويعمل فيها شجيع السيما قدام كل أهل القرية. وعلى الناحية التانية بيكون الوحش في موقف لا يسر عدو ولا حبيب، لأن خلاص الوردة قربت تدبل كل أوراقها وشكله كده هيفضل وحش لحد ما يموت. وساعتها بتقترح عليه كل الأنتيكات إنه لازم يقول لبيلا ويصارحها بحبه. وأول لما بيشوفها بيبقى مش مصدق نفسه من جمالها، وبنلاقيه مش شايف ولا سامع أي حاجة في الدنيا غيرها وبس. ووسط كل الأجواء الرومانسية دي بيرقصوا رقصة الحياة وبيكونوا في قمة السعادة والرومانسية اللي خلقها ربنا. وبالرغم من إنه وحش بشع بس بتقع في حبه وبتتمنى من كل قلبها إنه يصارحها بحبه في أقرب وقت ممكن. وساعتها بيتردد إنه يعترف لها بأي حاجة من اللي في قلبه، وبيكون مكسوف جدا من نفسه إنه حابسها غصب عنها في القصر. ومع إن قلبه بقى متيم بيها بيطلق صراحة أول لما بيعرف إن باباها في زنقة كبيرة ومحتاجها. وطبعا بتكون مستغربة جدا من حنيته وبتطلع تجري من القصر ومش بتكون شايفة أي حاجة غير منظر أبوها المسكين. وساعتها الوحش بيفقد أي أمل إن اللعنة السحرية تتفك ويرجع أمير من تاني زي ما كان بيتمنى، بس كان دايما عنده إحساس إن بيلا ممكن ترجع تاني في يوم من الأيام. وفي نفس الوقت بيكون موريس في طريقه للعباسية مول بعد ما اتهموا جاستون بالجنون ولبسوا العمة قدام كل أهل القرية. وفجأة بتيجي بيلا عشان تظهر دليل براءة أبوها قدام كل الناس، وبتعرفهم إنه في وحش فعلا وإن دي مش تهيؤات عند موريس زي ما هم فاكرين. وهنا بقى بيستغل جاستون كل الأحداث دي لمصلحته الشخصية، وبيفضل يسخن في كل أهل القرية لحد ما بيقنعهم يولعوا في القصر كله باللي فيه. وعلى طول بيشدوا الرحالة على هناك عشان يعملوا مع الوحش الدنيئة، وبيلموا بعض ولا مطاريد الجبل وبيطلعوا عليه بربطة المعلم. وهنا بقى بتتطربق الدنيا على دماغ كل اللي في القصر، وبيلا بتكون حاسة بالندم لأنها كانت السبب في معرفتهم بيه. وساعتها بتحاول بمساعدة أبوها إنها تهرب من السجن عشان تلحق تحذر الوحش من اللي هيحصل له، بس مع الأسف خلاص بيكون فات الأوان وبتقع الطوبة في المعطوبة. وبيدخل أهل القرية القصر الملعون وبيتعمل معاهم أحلى واجب، وطبعا الأنتيكات بيعلموهم الأدب واحد واحد لحد ما مسحوا بيهم الأرض حرفيا. وبيكون كل هم جاستون وقتها إنه يوصل للوحش ويعلم عليه عشان يكون بطل الأبطال. وبتفضل المعركة دايرة يمين وشمال وكله عمال يدب في كله لحد ما حد فيهم يبان له صاحب. وفعلا وبعد مجهود كبير من الأنتيكات بيعلموا على كل أهل القرية وبيطلعوا يجروا كلهم من القصر ولا خرفان العيد. ووقتها بيكون جاستون طاق الوحش عيارين خلاه يروح سكة السلامة، وبتحاول بيلا إنها تنقذ ما يمكن إنقاذه وتصلح الهبل اللي عملته من غير ما تقصد. وأول لما جاستون بيلاقي الحب ولع بينهم في الدورة الغيرة بتشعلل في قلبه، وبيقرر يخلص على الوحش نهائي عشان يخلله الجو مع بيلا. بس ربك دايما ليه ترتيبات تانية خالص غير حسابات البشر. وفجأة الوحش بتدب فيه الروح وبيخليه ياخد ديله في سنينه ويطير من الرعب. بس للأسف عشان الخسيس هيفضل خسيس طول عمره بيقدر جاستون يقلب الترابيزة على الوحش من تاني ويجيبه أرض. وبعدها كل حاجة بتتحول لحجر، لا صوت ولا خبر بعد ما كان فيها الروح. وبنلاقي القصر كله بقى هس أكنه مغارة علي بابا بعد ما ال40 حرامي شطبوا عليها. وهنا بقى بتنهار بيلا وبتعترف للوحش بحبها ليه اللي ملوش أول من آخر. وساعتها بس بيتقلب السحر
سحر على الساحر وبيتحول الوحش لأمير مفيش اتنين في جماله ولا في شياكته. ومش كده بس، ده كمان كل الانتيكات بترجع تاني لهيئتها البشرية، وبيكونوا في منتهى السعادة انهم خرجوا من الأمم اللي كانوا فيه. وبعد طول انتظار بتشرق شمس جديدة على القصر بعد ما كان خرابة زي القناة بتاعتنا كده بالظبط. فيا رب احنا كمان تشرق عندنا الشمس، وتعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.